حلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اوعى تربط زعلك او انبساطك بنجاحاتك او شغلك او مذاكرتك او اكلك او شربك. الزعل هيعدي لان كل حاجة بتعدي، بس الخطوة اللي انت اتأخرت ان انت تاخدها مش هتعدي، مش هتكمل بحد غير بيك. لازم انت بس اللي تاخدها، محدش هيجي ياخدها لك خالص. يعني محدش هيجي يشيل شيلتك. بمنتهى البساطة الزعل اركنه على جنب خالص، ما هو مش هيبقى زعل وفشل، يعني هيبقى حرام علينا بجد. ومنتهى البساطة انت زعلان اشتغل، مخنوق اشتغل، المسؤولية تقلت عليك اشتغل، اسعى، محتاج تعمل حاجة معينة اشتغل على نفسك، اسعى. طول ما انت بتشتغل وبتسعى ربنا هيعوضك عن السعي ده، ان انت عمال بتسعى. زي ما قلنا قبل كده ان الرزق نوعين، رزق بيجيلك من غير ما انت ما تبذل مجهود ليه، وفي رزق مربوط بسعيك. فانت طول ما انت بتسعى، طول ما ربنا مش مضيع تعبك ومجهودك ده على الارض. طلع كل الطاقة السلبية اللي جواك نتيجة حاجة تعرضت لها او ضايقتك في الشغل، في انك تشتغل على نفسك، تذاكر حاجة، تطور من نفسك في حاجة. مش هقولك ان انت تاخدها يعني وتدوس على نفسك قوي، ابتدي حتى ولو حاجة بسيطة، ربع خطوة، والربع خطوة هتجيب النص خطوة، والنص خطوة هتجيب 3/4 خطوة، لحد ما تاخد الخطوة بالكامل. امشي مع نفسك بالتدريج كأنك طفل صغير. انت لو عندك طفل صغير بتاخده بشويش، بتبتدي ان انت تعلمه المشي واحدة واحدة، تعلمه الكلام واحدة واحدة، ومنتهى البساطة على نفسك بالراحة عادي. ازعل، انا مش بقولك ما تزعلش، انت بني ادم في الاول وفي الاخر، حقك انك تزعل، بس هتطول في زعلك انت اللي هتخسر. فما تطولش في زعلك، وقوم وقف. انت تستاهل ان انت يعني تنجح، تستاهل ان انت تبقى احسن من اللي انت فيه، وانت عارف كده. فاوعى تستسلم لزعلك. شكرا.